العيد زمان في التسعينات، أول ما المفتي يقول بكرة العيد البيت كله بيتقلب، الستاير الدانتيل بتطير ومفارش الكرانيش بتفرش كل شبر في الصالون، تحس إن البيت نفسه لابس طقم العيد ومستني ضيوف. أما السفرة فدي كانت لوحة فنية، علب الصفيح القديمة تتفتح ونبدأ نرص الكحك والبسكويت في الأطباق الصيني، ورشة السكر البودرة اللي عاملة زي التلج، وعلى شوكولاتة كوفرتينا بورقها الذهبي اللي كانت بتخطف عينينا، وجنبهم طبق التلمس والحمص أبو كمون وليمون وكوبايات الحلبة المنبتة الخضرة اللي بتكمل اللوحة. وتيجي بقى اللحظة المنتظرة، تجهيز أكياس العيدية، كيس صغنن كده في بونبونيه وبالونة وربع جنيه ولا نص جنيه ورق جديد بيقرش. كنا بنحس إننا ملوك زماننا بالكيس ده. مشوار الكوافير ليلة العيد، الشارع زحمة للركب، ريحة السشوار والمثبت في كل حتة، والستات قاعدة تشرب حاجة ساقعة إزاز. الحنة، الأم تجيب الطبق قديم وتعجن الحنة بمية الورد لحد ما ريحتها المميزة تملى البيت كله، وإحنا كأطفال قاعدين حواليها ملمومين ومستنيين دورنا بفارغ الصبر. تمسك إيدينا بحنية، ترسم للبنات هلال ووردة أو نقوش بسيطة على الكف، وحتى الولاد كان لازم ياخدوا قرص الحنة أو نقطة في بطن إيدهم عشان البركة. الليالي نعمل ماسك الزبادي والخيار وإحنا الله أكبر من الجامع اللي تحت، بننسى كل التعب ونحس إن العيد بجد دخل بيوتنا. أيام حلوة راحت بس هتفضل عايشة جوانا. إيه أكتر حاجة وحشتكم من ليلة العيد زمان؟ شاركوني في الكومنتات، وكل سنة وإنتم طيبين.